ازيكم عاملين ايه؟ يوم جديد سعيد عليكم يا رب ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم علينا وعليكم اجمعين يا رب، وعلى الامة العربية والاسلامية. النهاردة بقى هنعمل مع بعض كده روتين رمضاني حلو قوي، اول يوم اصور فيه في رمضان. هنعمل مع بعض فطار حلو قوي ان شاء الله، وكمان هنعمل حاجة حلوة. انا عارفة ان الحلويات كتيرة قوي في رمضان، بس انا ما بقتنعش باي حاجة الا القطايف بالنسبه لي مرتبطه برمضان. يعني رمضان يعني قطايف، يطلع بقى كنافه لوتس مانجا نوتيلا، قطايف هي اللي في المركز الاول. رمضان شهر الخير والبركه وراحه البال. انا عايزه اقول لكم ان انا نفسيتي احسن كتير قوي في رمضان، يعني عكس الايام اللي فاتت. وكمان الواحد حاسس ان صحته كمان احسن، طبعا بغض النظر عن قلة النوم او لخبطة النوم. بس بجد من احلى شهور السنة. يا رب يملى بيوتنا كلها بالبركة والخير وراحة البال والستر. ويلا نبدأ مع بعض الفيديو بتاعنا.
ندخل بقى بعد كده على ركن الحلويات. هبدأ اول حاجة بعمل الشربات. الشربات بتاع الجلاش او البقلاوة لازم يكون تقيل. لفة الجلاش بتاخد كوبايتين من السكر على كوباية ونص من المية وعصرة ليمون، ولما قبل ما نطفي كده النار نحط الفانيليا. شربات القطايف بيكون خفيف شوية، يعني ما يبقاش تقيل زي الجلاش. انا عملت قبل كده الجلاش معاكم، فانا يعني مش يعني هصورها كده بس مش هجيبها كلها برضو عشان الناس ما تزهقش. بس انا بقول بس معلومة للشربات، لان في ناس كتير ما بتعرفش تظبط الشربات بتاع الحلويات. هبدأ بقى في حشوة القطايف. انا بحشي القطايف مكسرات عادي، مش بحط عليها ولا جوز هند ولا زبيب. انا بحب حجم القطايف دي كده. القطايف دي لسه معمولة، انا لسه جايباها يعني، فحتى دافية شوية. فان شاء الله يعني يعني تبقى سهلة كده في القفل بتاعها. المكسرات انا قعدت كسرتها، شكلت بقى الحاجات اللي احنا بناكلها. وفي ناس ممكن تعملها بالجبنة او تحط فيها تمر، وفي ناس بتحب تحط فيها جوز هند وزبيب. الف هنا والشفا على قلوبكم، واللي نفسه في اي حاجة يعملها. انا بعملها بالحاجة اللي انا بحبها انا والاولاد يعني وزوجي وكده. بعد ما بتاخد اللون الذهبي بشيلها وبحطها في الشربات على طول. انا مفضياه في علبة، بحط يعني بشيل القطايف كده من الزيت واروح حطاه في الشربات على طول. تمام. وبعد ما بخلص بصفيه في مصفى. بقلب بقى هنا القطايف في الشربات، وبعد ما يعني بسيبها كده تشرب من الشربات، بروح حطاها في المصفى دي كده علشان تنزل الشربات اللي فيها، يعني ما تبقاش شاربه شربات قوي. هخلص بقى بقيه القطايف كلها، وبعد ما تبرد كده شويه وتهدى ابدا ارصها في طبق التقديم.
لفة الجلاش اهي. دي لفة اللي هي نص كيلو. هبدأ ان انا اقسمها 4، يعني هقسمها كده نصين الاول، وبعد كده النص التاني برضو ايه اقطع كده ربعين، بحيث اقسمها 4/4 يعني. وبعد ما اقسمها احطها جوه كيس او شنطة عشان ما ينشفش. الجلاش بينشف بسرعة، واحنا طبعا في شتاء، او والله احنا مش عارفين اذا كنا في شتاء ولا في صيف، يعني ان الشمس النهاردة حلوة يعني وطالعة اهو. بعد ما قطعته كده هاخد ايه الاجزاء كلها واحطها ايه على بعض، احطهم بقى كده على بعض. انا قطعتهم كده اهو. ابدا بقى اخد الاجزاء كلها كده احطها على بعضها. خلاص. وهحطهم في الكيس ده كده علشان ايه ما ينشفش. مش خلاص احنا كده مش عايزين الورقه دي كده في حاجه. ابدا بقى ايه اخد ورقه ورقه كده اهي، وابدا الفها كده بسرعه 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 اهي. بقت كده اهو. ابدا بقى الف كده واقوم واخده الجزء الاخير ده مدخلاه كده من تحت، تبقى ورده كده. تاني خد ورقه تانية برضو هلفها برضو بسرعه اهي، واروح كده لفاها ومقفلاها كده من تحت، تبقى زيها زي الورده كده اهو، وابدا ارصها في الصاج. هنا خلاص غرفنا الاكل، وكان المغرب فاضل عليه دقيقتين. عملنا كمان شوية لسان عصفور. يا رب الفيديو يكون عجبكم. كل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، تعليقات حلوة كتير. اشوفكم في يوم جديد سعيد عليكم يا رب ان شاء الله.